يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بيكم في مطبخ بيتي واكلاتي، مطبخ سمسمه. النهارده جايه اعمل لكم العيش السن زي بتاع الافران بالظبط، وان شاء الله يطلع ناجح وكويس وجميل باذن الله. انا هنا معايا كوبايتين دقيق، انا غربلتهم حطيتهم اهو، ومعايا هنا خل، ومعايا ملح، ومعايا سكر، ومعايا بيكنج بودر، ومعايا خميره جافه، ومعايا النخاله بتاعه اللي هي الاساسي اللي هعمل بيها العيش السن. ادي كل المكونات، وطبعا ميه دافيه ان شاء الله. بصوا هعمل ايه دلوقتي. هنعمل ايه؟ هنمسك كده نحط ذره الملح، المكونات الجافه الاول. ادي كده ذره الملح، وهحط حوالي معلقتين سكر، بدي يبقى كده 4 معالق صغار، وهحط كيس الخميره. ادي الخميره اهي، وهاخد شويه من بيكنج بودر، مش كتير، هاخد معلقه اهو زي ما انتوا شايفين كده. بتخلي الخميره يكون العيش مش ساكع، يعني بيبقى منفوخ كده وحلو. وهنقلب الكلام ده كله. يبقى حطيت الخميره والسكر وبيكنج بودر وذره الملح كده، لسه ما ضفتش النخاله والخل والميه اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. هضيف بقى من النخاله دي كوبايتين، حاطه كوبايتين دقيق، يبقى احط 3 نخاله. انا بحبه يكون غامق شويه، والمفروض كوبايه، لكن انا بحب احط ازيد شويه. ادي كوبايه تانية، ادي احط تاني ثواني كده. يبقى 3 كوبايات نخاله، كوبايتين دقيق، ذره ملح، معلقتين كبار سكر، كيس خميره فوريه اللي هو 10 جرام دوت اهو، ومعلقه صغيره بيكنج بودر. واخلط الخليط ده كده كويس اهو زي ما انتوا شايفين كده، وهعجنه بالميه الدافيه. اسهل من كده مفيش. ايه خلطته كويس اهو، بسم الله. اجيب اللي تحت فوق لحد ما يختلط بالنخاله كلها اهو. والنخاله دي يا بنات بتتجاب من عند مستلزمات الحلوانيه، عند اي واحد بيبيع اللي هو المعجنات، هتاخدي منه هيديكي. ممكن تجيبي شويه على بعض، وممكن تاخدي بالكيلو، بس يكون واحد عارفك وهيديكي. امسك الميه الدافيه كده، وبحط بحذر لحد ما العجينه تبقى مظبوطه معايا زي ما انتوا شايفين يعني كده. وهحط اهو زي ما انتوا شايفين كده عجينه بكل بساطه. اجيب كوبايه عشان اعرف ان انا حطيت قد ايه ميه. حطيت نص في الاول، واحط بحذر اهو. شايفين يا بنات، انا عايزه العجينه تكون عجينه ماسكه نفسها، ما تكونش تبوظ مني وارجع اضطر ازود تاني، فلازم احط بحذر اهو زي ما انتوا شايفين كده بكل بساطه ويسر وسهوله. ابتدي اضيف معلقه الخل، لان الخل هنا عباره عن بمثابه محسن الكيك ومحسن العجينه يعني، وبيخليها حلوه. ضفت معلقه الخل كده، يبقى انا ضفت كده كل مكوناتي. وان شاء الله بسيب لكم في اللينك بتاع الحلقه المكونات بكل بساطه. ان شاء الله ينجح معانا ويبقى احلى عيش سن زي بتاع الافران بالظبط. بقلب اهو وبعملها زي ما انتم شايفين اهو، اعجن فيها كده انا عايزاها تكون عجينه متماسكه، بحيث انها زي عجينه الخبز العادي، تعرفي تفرديها وتقرصيها عشان يطلع معاكي عيش ناجح. ما خدش ميه مني كتير، حوالي كوبايه
حطيت نص ونص في الاول، ودي بقيه النص الكوبايه اهي، يعني ما خدتش غير كوبايه ميه. بعجن فيها كده واسيبها تختمر، ولما تختمر ارجع لكم. بقى كنت بعجن في العجينه زي ما انتم شايفينها كده لسه شويه. انا نسيت اقول لكم هنحط شويه زيت كده عليها، يبقى نضيف عليها شويه زيت حوالي ربع كوبايه صغيره، وهنعجن لحد ما تتجانس ويختفي الزيت تمام. هعجنها وارجع لكم. وهو يا بنات عجنتها ولميتها، اسيبها بقى احطيها بكيس كده تلاجة، واغطيها كويس وارجع لكم لما تختمر هنشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. بصوا عجينه العيش زادت الضعف ازاي اهي ما شاء الله اختمرت. هعمل ايه دلوقتي؟ جايبه طبق كده فيه رده، انها لازم تترفع على رده. هاخد كده هقطعها قرص كده واحطها في الرده اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله. اقطعها كده اهو زي ما انتم شايفين كده. هقطع كل الكميه واخليها ترتاح وارجع. بجيب اول قرصه حطيتها كده في الرده، وبحط عليها رده بتتفرد على الرده، لان العيش السن بيتفرد على الرده. واعمل كده اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله اهو شايفين كده. معلش صوته واطي شويه، مش عارفه التليفون بيوطي الصوت، يا رب يكون واضح عندكم. وافردها كده بشكل دائري زي ما انتم شايفين كده اهو. هي بتتفرد على رده، بتتعمل في رده. عايزه سمكها كده زي ايه نص سنتي كده اهو. شايفين كده اهو، يا رب يكون واضح. شايفين؟ عايزه السمك ده كده بحيث ان هو يطلع قابل وكويس اهو. واحطه في صينيه انتوا شايفين كده، واخليه يرتاح واعمل بقيه الكميه اهو. واعمل بقيه الكميه او اعمل لكم واحده تانية اهو تفرد على رده كده. شايفين اهو اهو شكل دائري كده، وافرد اهو. افرد كويس تكون كلها سمك واحد اهو. وبتريح شويه طبعا، واكون مشغله الفرن على 180 درجه اهو، وتستوي وتتخبز. عملتها كده زي ما انتم شايفين اهو. اعمل بقيه الكميه وارجع لكم. واهو يا بنات فردت اتنين اهو، والفرن شغال عندي وجاهز. اروح احطهم وارجع لكم بالشكل النهائي بعد ما قرصته كده اهو. بفرد واحده واحده زي ما انتم شايفين قدامي كده اهو على الرخامه، واحطهم في الفرن وارجع لكم بالشكل النهائي. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. ده الجزء اللي انا عملته على البوتاجاز من فوق. انصحكم تعملوه في الفرن وهو بيطلع قابب وناشف زي ما انا عايزه. ده الطري، انا عملته جزئين، جزء طري وجزء ناشف. ده الجزء الطري. بصوا افتحه لكم كده. بسم الله ما شاء الله اهو. بصوا مورق من جوه ازاي. بصوا ده كنت عاملاه على الطاسه من فوق اهو بدون فرن اهو. الجزء اللي عملته الطري على البوتاجاز من فوق هوريكم دلوقتي العيش اللي هو اللي في الفرن الناشف. هوريكم دلوقتي الجزء الناشف زي بتاع الافران بالظبط، وارجع لكم تاني. وهو يا بنات طلعت اللي من الفرن. طبعا طلع اللي من الفرن هو انجح واحسن وبيطلع زي بتاع بره بالظبط. سخن مولع اهو. بسم الله ما شاء الله. بصوا ونشف لان انا وطيت النار عليه، خليتها على 150 مش 180، فنشف معايا واداني نتيجه. بسم الله ما شاء الله. بصوا سامعين اهو كسر بيبقى جميل. لكن اللي انا عملته على النار انا عملت نصه. اللهم صل على النبي. طلع لي 30 واحده، دول 10 يعني حطيتهم في الفرن، وال20 التانيين اللي انا وريته لكم عملتهم على البوتاجاز. فنتيجته بصراحه ما كانتش قد كده، انا قلت اعمل نص طري ونص ناشف، فطلع النص الطري حلو وطعمه جميل وكل حاجه، بس مش مجدي زي ما انتوا شفتوه. كان مش منفوخ، مش زي لما تحطيه في الفرن وتشغلي النار وتوطي النار فبيديك النتيجه الحلوه دي. بصوا اهو جميل زي البسكوت وناشف وحلو. جربوا الطريقه دي معتمده، انا معتمداها. ولو عجبكم الفيديو
اعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب، وبيكم وليكم تكبر القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.